لنبسط قصتنا ونسردها باللغة العلمية قليلا، إذ تستمر الوقائع الاجتماعية المشيدة في الهلال الخصيب بوجودها ولو بالخطوط العريضة، متجسدة في ديمومة الحياة الراهنة. فالعوامل الذهنية والعناصر الثقافية المادية على حد سواء متشابهة في المضمون، رغم بعض التغيرات الكمية والكيفية التي طرأت عليها. واللغة مشتركة في بنيتها الأساسية، وأشكال الفكر تستمر بوجودها على نحو منفصل في الميادين العلمية والدينية والفنية. وحروب الدفاع والهجوم مستمرة اليوم مثلما كانت في الأمس، كما لا تزال العائلة تحافظ على حقيقتها كمؤسسة أولية. أما الفوارق الموجودة فيما بينها فتعزى إلى استنادها على تضخم مؤسسات الدولة، فالدولة التي تتسع دوما على حساب المجتمع قد اتخذت من حاجاتها ومنافعها أساسا في إطراء تغيرات كمية ونوعية مستمرة على الذهنية الاجتماعية والزخم الثقافي المادي اللذين أدرجتهما ضمن ملكيتها. أما التطورات الاجتماعية وبعكس ما يعتقد فقد استمرت بوجودها على أرض الواقع رغم أنف الدولة، ولسوف نجهد لإضفاء المعاني السليمة على الإجراءات الأساسية للثقافة المدينية المسماة بالحضارة، وللمحصلات الاجتماعية المتمخضة عن كيانات الدول، بدءا من دولة الكهنة السومريين إلى الدولة القومية للحداثة الرأسمالية. وسنجد على وجه التخصيص أن التمايز الطبقي لم يولد الدولة، بل إن الدولة هي التي نشرت التمايز الطبقي على نحو فروع معقودة ومتشعبة. إني على قناعة بأن مصطلح الفترة الذي يبرز في تقييمات فرناند بروديل لم يفهم كفاية من حيث دوره في التطور الاجتماعي. نخص بالذكر أن أنماط مصطلحات الفترة الثقافة، الفترة الحضارة، والفترة المجتمع تستلزم الإيضاح كي تكون مساهمة منيعة في التاريخ، لكنها لا تطبق بمهارة في علم التاريخ. لذا سأعمل على شرح هذا المصطلح واستخدامه بكل جسارة في تحليلات هذه. ألف: كان على مجتمع الفترة الأطول، أي مجتمع الهلال الخصيب الذي يشكل النهر الأم في الثورة النيوليتية المتنامية بعد تراجع الحقبة الجليدية الرابعة، أن يستمر بوجوده إلى أن يأتي عليه عصر جليدي جديد مشابه، أو أن تحل عليه كارثة نووية، أو يستشري في جسده وباء لا يمكن صده أو درءه، أو لأسباب أخرى يبلغ فيها حالة لا يمكنه الاستمرار فيها فيزيائيا. تحتل الثقافتان ذات المنشأين الصيني والسامي مكانهما في هذا المجتمع ذي الفترة الأطول على شكل فرعين. أما الفروع الثقافية الصغيرة الأخرى فهي كالسواقي بالنسبة إلى النهر الأم. من الضروري إدراك البنية الداخلية لهذه الأطروحة بشكل حسن، فالمجتمع المشيد بكافة عناصره الذهنية والثقافية المادية منيع ووطيد لدرجة لا يمكن لأي سبب اجتماعي داخلي أن يهدمه خلال هذه الفترة. يمكننا استخدام مصطلح المجتمع الثقافي الأساسي مقابل هذه الفترة. يعود سبب طرحي المتكرر لقوالبه ومضامينه وتراكماته إلى مرماي في بلوغ تعريف للمجتمع الثقافي الأساسي المعادل لاصطلاح الفترة الأطول، ذلك أن مصطلحي الفترة والمجتمع مخولان لتقديم إسهامات ملحوظة لعلم الاجتماع بمعانيهما الجديدة هذه. يسعى علماء الاجتماع الليبراليون منذ الآن إلى الاعتقاد باستمرار إدراكاتهم الاجتماعية إلى الأبد من خلال ميتافيزيقية مزيفة اعتمادا على مصطلح نهاية التاريخ. فقد كان الماركسيون وأصحاب المقاربات الأخرى الذين يؤمنون بيوم القيامة يعدون بعصر سعادة أبدية مبتورة من الأبعاد الزمانية والمكانية، في حين أن المتشائمين السوداويين يرجحون استذكار مفهوم العصر الذهبي الغابر والحديث الببغائي عن عدمية المعاني في العصر الصفيحي الراهن. يعتبر مصطلح الفترة الأطول أكثر علمية وفق هذه النظريات الاجتماعية كافة، حيث يمدنا ببراهين وحجج واضحة بشأن الظروف الملموسة وبداية النظام الاجتماعي ونهايته، ولا يخنق التاريخ في إطار أكوام من الأحداث المتكدسة، ولا يسقطه إلى مستوى أشكال المجتمع الضيقة والمرحلية البسيطة. فلا الأحداث الآنية ولا أشكال المجتمع تتميز بالقدرة على تفسير معاني الحياة بشكل شامل، ولا تنجح سوى في إعطاء شروح نسبية في هذا المضمار.